ازيك يا ابراهيم؟ الله يسلمك يا ابو. عامل ايه؟ ايه؟ والله اتشكلت مع ود بيت الطاحون. ليه يا ابو؟ اتشكلت انا وهو والله في القهوه. في القهوه بس انا مرمشت يعني. امال تربي؟ ما دعكت مردغنا بعض والله هناك في الارض، بس دعكته خالص انا. ود الطاحون يعمل فيك كده؟ لا سخسخته انا بالقلام. يا نهار ابوه زي الطين. والله نهار ابوه هيبقى زي الطين. انا خدت حقي حقي. ماشي، نهار ابوه زي الطين برضه. وهشوف انا اخذ حقك ولا لا. هشوفه يعني. لا انا دعكته خالص اصلا. دعكته مرمشته. ما لو دعكته ما كانش حصل لك اللي حصل لك ده. اللي حصل لي ده ما مردغنا بعد في التراب احنا في القهوه هناك. برا خدته تكركير على الجسر لحد ما بنت له اصحاب. طب وانا برضه دوري انا بعد كده مع ابوه ومع عيله. يا عمي سهله ان شاء الله. سخسختني. ماشي ماشي روح غير خلقاتك. ماشي. غير خلقاتك وبتعلق اهو. لا تشطف شطيفه. غير خلقاتك وتعالى بس ما يخصكش. ايه؟ شو عليك؟ تفضل. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ يا اخبارك؟ يا عامر؟ الحمد لله يا ابو. يا اخبارك يا ابوي؟ الحمد لله بالعافية. بقول لك نعم. انا كنت قاعد عشان اقول لك الصراحه يعني. خير ان شاء الله. انا كنت قاعد في القهوه زي ما عرفنا، انا دائما قاعد في القهوه على طول، والله العظيم قاعد في القهوه على طول. ويمين حاسبنا عليها ربي. لقيت ولدك تعرك مع ود الطاحونه. ودعكوا بعض. قدامك يعني. دعكوا بعض دعك، والولد كده بعد الولد خالص. ود الطاحونه؟ ود الطاحون دعك ولد خالص. يا راجل. والله العظيم. وانا قريب عليكم العلم. وشوف الواد بيقول لي انا دعكته. ولو عاوز اي حاجه ابو جار وانا خدامك. لا والله من اي حاجه. لا مخلينك من كل حاجه انا معك. مخلينك للتقيل يا ابو العم. فهذه كل الحكايه يا باشا. كان واجب علي جيت اقول لك. يا عم انت تشكر وجزاك الله كل خير. هذا كل الحصل يا باشا. شكرين هات شاي اهو. شكرين. اشرب شاي والله. اشرب شاي. هات الشاي اهو لعمك يا. هو دي. مالكية ما تقول لي دعكته وقتلته وسويته يا مردغنا بعض والله في القهوه. مردغته. ما هو الراجل جايني يقول لي كذا كذا. هو ده ليلة بيت الطاحونه دي. دعكوا علي انا دعكوا. انا عاوز مساعده زي ما قلت لكم. لا انت خليناك للتقيله يا طيب يا عم. السلام عليكم يا عم الحاج. اشرب الشاي بعدين يا عم. والله براحتك. براحتك يا عم. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله وبركاته. ابو محمود، هيا الاخبار؟ هتجي تسقي القمحات بتوعك عشان المكنه شغاله، وقلت انا اقول لك ان كنت هتيجي تسقيهم ولا بطلها. السلام عليكم يا باين. السلام ورحمه الله وبركاته. يوم روحت البهايم بدري النهارده يعني. الحمد لله على السلامه. كنت فين انت؟ والله كنا في مشوار. روح ام اخوك البهايم. ومالك مدعوك كده؟ والله مشكله انا ود ابو الشوالي في القهوه بس طحنته. طحنته؟ طحنته والله يا باين. وهي المشاكل دي ابو كل يوم انا رايح وجاي، انت المشاكل كده والله احنا منين بس يا باين؟ لا ما واضح انك طحنته. بس صورتك راجل. لا ما واضح، اهو باين عليك اهو، واضح انك طحنته. وما حيكون لهم لنا علاقه مع ود ابو الشوالي. مرحبا. مرحبا. الله يخليك. صلى على النبي. اللهم صل عليه. اقول لك كلمتين حصلوا قدامي. انت عارفني انا بتاع قهوه على طول. ولدك دعك وود ابو الشوالي دعكه في السليم. دكه هي ده اللي دعك دكه؟ وابو الشوالي اللي دعكه كسر وخالص. وجاي يقول لي انا اللي دعكته؟ عشان نبهت عليك انا، ولو عاوزين اي حاجه انا معاكم. لا بتشكر بارك الله فيك. جيت اقول لكم الحقيقه. لا تشكر بارك الله فيك. انا تربيتي على ولدي، ولما اشوفه انا لما اشوفه انا ود ابو الشوالي ده احنا هدوده في البلد اصله كل شويه ود ابو الشوالي ود علان ود علان. لما اشوفه ود ابو الشوالي. بعدين قلت لك الحقيقه. لا لما اشوفه انا النهارده ود ابو الشوالي ده. ايوه ولو عاوز اي حاجه انا معاك. لا انا دروك انا رايح له. بس يعني كده الكلام المظبوط كده. لا دروك انا رايح له. عاوز اي حاجه يا باشا قدامي اهو. السلام عليكم. نفس التيشيرت ده البسه عشان ابو صاحبي. انت ابو الشحات تلبس التيشيرت ده ما تعايرنا ان ابوه فقير ولا بعيرك ولا حاجه، ده احنا اصحاب. ابو صحاب. لا بيت ابوي ولا ارضه يتباعوا للاغراب، هتردوا مهما هتردوا نقلع الجروات وهنزرع
ولاد الكلب، وهي لحقت ابو الشوالي تدرب علينا. خذها خذها خذها، هي لحقت تضرب. راح فين؟ خذ يا ابن الكلب، خذ خذها. هي لحقت حصلت يضرب على ود ابو الشوالي نار، حصلت انه يضرب على ود ابو الشوالي نار. ما اعرفوا مين ده واشرب من دمه، ما اعرفوا مين برضه. ود ابو الشوالي يتضرب عليه نار، ده هي بقت واقعه. مالك يا ابوي مالك؟ والله انا ومعدي قدام القصب هناك ورا، واحد ضرب عليه نار مش عارفه مين ده، انا عرفته منها اشرب من دمه. يعني انت قاعد نايم في بيت البطيخ ما عرفش مين اللي ضرب عليك نار؟ لا والله مش واخد بالي، مش واخد بالي انت مين. بتحرك مع مين يا ولدي؟ قصدك بيت الطاحون؟ ايوه بيت الطاحون يا حبيبي. بيت الطاحون اللي ضرب عليك، امال مين يعني ما انا اضرب على تاني؟ والله امال مين يعني ضرب عليك نار؟ شوف نفسك يا حبيبي. ضرب عليه نار والله. امال ايه؟ ونار خرطوش كمان. ما هو في خرطوش اللي معاهم هم الاهلي ما يقدرش يعني انت يسوق. شفت معاه خرطوش؟ ما واحده خرطوش امال معهوش شيء. يا دوب الحق هو عدي. تروحوا فين يا ابوي؟ وبعدين يعني وليه يا ابويا ما تعمل كده معاها؟ بص يا ولدي، الجماعه دول انت ما تعرفهمش. الارض دي عارفه الارض كلتي كانت تبع بيت ارض جدك دول. كان جدك؟ بتاع جدك الارض كلها الارض دي. ولحد الآن والجماعه دول ما احبهمش اني. الارض جماعه العيلتين دول ما احبهمش خالص. فالتانيين مع بعضهم وانا عاوز اخلص منهم هم الاثنين عاوز اخلص. اروح الحق صاحبي لا يروح يوضب الشارع ويضربه صح زي ما قال. رايح الدرس انا جيت. مبروك يا ابوي وخلي بالك في الطريق. مالك في ايه؟ مش خايف. حاول ما تروحش الدرس خالص النهارده. ليه؟ انا زي ما عرفت انت، انا زي ما بقول لك ما تروحش خالص. ده انا كنت جاي لك عشان اجيب لك الطاقه، مصدق ان انت جيت خدها. بس ما تروحش الدرس خالص النهارده. ليه؟ ما انا زي ما قلت لك ما تروحش. الحق اروح الدرس يا ابوي انا. ايه يا ابوي امال ما رحتش الدرس هذا ده؟ ما انا النهارده ما عرفتش. تو ولدك كان هنا وديت له اللبس اللي كنت لابسه انا وقال لي رايح الدرس. يعني ولدي خد اللبس بتاعه وراح فيها؟ رايح في الدرس. راح فين بيه يعني؟ رايح الدرس. يا وكل ابوك يا غد انت غد. وقف ابو الشوال، ما تضربش ابو الشوالي، ما تضربش ابو الشوالي نار، ما تضرب. الحقني يا ابوي. يا ابوي اللي هلال يا خالد، يا طبيخ يا اولاد الناس، يا طبيخ يا اولاد، يا طبيخ يا اولاد، يا طبيخ يا اولاد. اللي عملته هذا اللي عملته لي يا اخي. عملته جزاتي لك فيها. جزاتي. قلت لك ان شاء الله ما تضربش نار بالشوالي. وانا اقول له قلت لك ما تضربش نار بالشوالي عليا. انا يعرفني. موتت ولدي بالشوالي، موتت يا خيي الصريح منه، موت الواد. الصريح منه يا خيي. يا ابو الشوالي اللي ضرب عليك هو ده كله. قصب. يا ابو الشوالي هو ده ابو الشوالي. انا ما رشدوش يا ابوي. هي اخرة الدنيا يا ابوي ده. انت اللي ترشيت عليه. مين اللي رشيت يا ابني؟ مالهوش ذنب دي. ده مالهوش ذنب. عطاي ربنا كرمه وتصاب ولده هو اخر حكمته. ما هي طبيخك انت دي. طبيخك ده مالهوش ذنب. جزاته 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 يا خالد، جزاته يا ابوي. الطبيخ بتاعك هو اللي بدل على الانتاج. هدفنا أولاد من الفيديو اللي نحن بدأنا به دي في الفتنة أشد من القتال. وشوف الراجل اللي كان يفتن بين العيلتين وقع هو في المحظور ولده، يعني كان يفتن بين ده ما بين دي. الطبيخ بتاعه حصده في ابنه. فعلى كل إنسان يحذر الفتنة، يحذر الفتنة، يحذر